ارجع بقى ورا خالص لشوبير. بص انا هقول لك على حاجه من الاخر كده، ما ينفعش في ماتش زي ده حد يقيم شوبير. شوبير فوق التقييمات. شوبير ما ينفعش يقيم. شوبير اصل انت هتقول عليه ايه؟ هتدي له مثلا كام 10 من 10؟ انت راجل ظالم. والله ال 10 من 10 انت راجل ظالم عليه. شوبير عمل كام كوره، فرد ايده وهو بيطير، والكوره اللي في اخر في الدقيقه 80 بالظبط كده للاخر وراح جابها. دي حاجه احنا ما بنشوفهاش. فانت بتتكلم في شوبير العشرة من عشرة، انت هتبقى ظالمه. انت ما ينفعش تقيمه. ما ينفعش حد يقيم شوبير. شوبير فوق التقييم. يعني لو في حاجه افشخ من العشرة من عشرة، لو في حاجه اجمد من العشرة من عشرة، لو في حاجه تتقال على شوبير، يعني ممكن لو انا عايز اقول حاجه انا كمشجع او كراجل مثلا صوتي بيوصل شويه، ده لازم يكون اساسي. كفايه كفايه الشناوي. كل مره الشوبير بينزل بنقول لك بس ده راجل بيعمل كل حاجه في الكوره. الشناوي بينزل بيقدم ضحك، بيصد وعامل كده، وبرضه بننزل الشناوي. ما فيش حاجه اسمها ده في افريقيا وده في الدوري. ده هطل. ده ما بيحصلش ابدا. فخلاص بقى يعني خلينا في شوبير بجد. لو هقول حاجه، هو الراجل فوق التقييمات النهارده. ياخد بص افشخ حاجه من 10 في الدنيا، بس يلعب اساسي بقى. خلاص كفايه شوبير يلعب اساسي. ماتش كان صعب قوي قوي عليه انه يخرج النهارده كلين شيت، دي حاجه عظيمه جدا.